ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. فيديو النهارده يا حبايبي كده. في حد من المتابعين عندي طلب ان انا اعمل فيديو للحمام. آه وسألني يعني ازاي بديتي، كانوا عندك او مش عندك وكده، والكلام ده كله هقوله لكم. بس قبل ما ابدا الفيديو معاكم، اتمنى اللي مش مشترك في القناه يشترك، واللي يشترك جديد يفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واختاروا اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وما تتضايقوش من المقدمات، كل هم اللي كل يوم اقولهم لكم، بس لازم اقولهم لكم عشان افكركم. آه بص يا حبايبي، انا اول حاجه بدأت بيها كان عندي جوزين بس. دول جونا هديه يعني. كانوا لسه ما طلعوش قبل كده، يعني هم كانوا لسه ما بضوش، يعني كانوا يدوبك ما يلقطوا جديد. شايفين الفرده دي طالعه لوحدها كده؟ بص دي، دي لسه دي فرخيه، شايفين؟ لسه يعني صغيره خالص، شايفين؟ باين حتى على صوتها. دي لسه ما تاكل جديد يعني مع نفسها، هم كانوا ابوها وامها لما ياكلوها، ودلوقتي هي ابتدت تلقط لوحدها وتاكل جديد. كانوا زي كده يعني، كانوا في الحجم ده برضو، كانوا في السن ده كده ساعه ما خدتهم. آه بس طبعا اللي انا يعني اللي جابوا لي الجوزين دول، هم بصراحه عطيتهم لامي، يعني عشان كنت ناقله في البيت ده جديد، وجايت لي حته عندك مكان ربيهم، فعطيتهم لي كده يعني جوزين. فقالت لي، قلت لها طب يعني هم عشان خبره وعندهم الحمام من زمان، عارفين الذكر من النتايه، فعطوهم لي متجوزين، يعني اللي هم ذكر وانتايه مع بعض. آه، اللي ما يعرفش عدد ذكر من النتاية، على حسب معلوماتي يعني، على حسب اللي عرفته، ان الذكر لما تبقى راسه اغلط من راس النتاية في حجم الراس بتاعتهم يعني. الذكر راسه اغلط، و والمنجار بتاعه اما يبقى طويل واعرض من منجار الحمامة اللي هي النتاية، فاهمين؟ معلش عاد استحملوا كلامي، ومحدش يتفرج على الكلام يا جماعة. اول حاجه بدات بيهم اللي هم الجزن دول، بس كنت جايباهم من حد مضمون يعني، فاهم في الحمام، فعشان كده كانوا عاطينهم لي ذكر وانتهى مع بعض. كانوا لسه ما يلقطوا زي الحمامه اللي البن اللي وريتها لكم دي دلوقتي. فانا سبتهم عادي، سبتهم وقعدوا شهر كده ولا شهر ونص وراحوا باضوا. فالحمد لله طلعوا متجوزين يعني. فكل الحمام اللي عندي داتي، وانا مبيع طبعا منهم، يعني دول اللي عندي ومبيع وماكل انا من الاول جزين دخلوا عندي البيت. سبتهم لما كبروا وابتدوا يبيضوا عادي. اول جوز بضوه، كل واحد فيهم سبته تحتيهم لما طلعوه، وبعد كده ابتدى يلقط لوحده، سبتهم عاد تاني لحد ما يعني عملت كل الحمام اللي عندي ده من الجزان اللي كانوا موجودين عندي في الاول. آه، بصوا يعني مثلا انت اول حمامه يبيض عندك، الجوز اللي هيطلع تحسبي له ابوه يبيض عليه ويطلع 3 مرات، وفي الرابعه يبيض معاه، فاهميني؟ يعني انا بصوا، عندي عندي مثلا ايه، في حمام راقد اهو، عندي جوز هنا شايفين؟ ده ده لسه صغير، هذا غليل صغير. بصوا اللي معلش في الاضاءه عادي عشان النور وكده، داتي لسه جوز صغير زغليل. آه، ممكن انا لو عايزه اخليها طير يعني ويطلع وكده، اخليه لحد ما ابوه وامه يبيضوا عليها 3 مرات، وفي الرابعه يبيض هو معاهم، فاهميني؟ وده جوز تاني برضه هاتي لو عايزه اخليهم. اهو معلش عاد على ده، استنى كده انا اقول لكم الفلاش. بصوا جوز داتي، لو عايزه اخليه زي ما قلت لكم، اسيبه تحت ابوه وامه لحد ما يطلعوا عليه 3 مرات، وفي الرابعه الجوز داتي يبيض معاهم، يبيض ويطلع. وهم دول كده متجوزين على فكره، اللي طالعين دول متجوزين. إيه بصوا السلاله عاد اللي انت عايزه تخلي منها، والالوان اللي انت تخلي منها. بصوا برضو هنا في حمام تاني راقد اهو، شايفين؟ ده الجزء اللي قلت لكم عليه لو الاضاءه ما كانتش واضحه. انا عندي احتبر الحمام كله شبه بعضيه يا جماعه، عشان اللون الاب والام، اصلا الجزان اللي خدتهم كان اللون الرمادي، ده 3/4 الالوان اللي عندي رمادي، واللي مذبحه برضه او بيعه او يبقى رمادي زي كده. ضنيني لو جاني جوز يبقى فيه النكشه البني دي كده. انا على فكره بحب الالوان الفاتحه اكتر يعني من الغوامق ده، وما يلخبطوني بصراحه. اللون الاسود فوبيا داتي ده جاني هديه برضه من قيمة 3 4 شهور كده. حد من اصحابي يعني جابه لي هديه، كان جوزي لسه جاي من السفر وجابه لي، طبعا كان معاه ارانب والكلام ده كله، بس الارانب كلناها برضه. شايفين هو لسه ما يعشش هنا؟ بصوا ما يعشش عشان لسه بايض يعني. هبص يا حبايبي، بصران الكلام يعني، ده اللي اقدر اقوله لكم. انا كل الحمام اللي عندي داتي ده كان من جوزين بس موجودين عندي.
وانا ربيت فضلت يعني مثلا كبروا وباضوا، والجوز اللي يبيض تحتيهم اخليه لحد ما عملت كده. هم في خلال شهرين ثلاثه كان عندي كميه حلوه، يعني كل جوز يطلع اخليه يجي ابوه وامه يبيضوا عليهم مرتين ثلاثه، في الرابعه هو يبيض معاهم. فانا على الحمام كله لما يطلع عندي داتي، لو عايزه اخليهم اكتر من كده، يعني لو كنت عايزه العدد يزيد اكتر من كده، كنت هسيب تحتيه يعني انا لو سبت الجوز اللي هنا داتي اهو يمكن شايفينه، لو سبته ابوه يبيض عليه 3 مرات، هو يبيض معاه في الشهر في المره الرابعه. وده برضو زي كده اهو. يعني انا لو عايزه ازود السلاله، بس انا مش عايز يعني ما اقول ده لا كفايه ما يوكلوني. واحيانا بصراحه ما يبقى فيه، يعني مثلا لو كل جوز طلع احيانا يصادف كلهم يطلعوا مع بعض. فطبعا يعني هي اكله مثلا انا والعيال احنا 4 تنفار، وجوزها حتى لما بكون هنا مش ما ياكلوا بصراحه، مش ما يحب الحمام خالص، واي حاجه بتاعت الطيور البلدي دي ما ياكلهاش، يقرف منها. إيه، فيعني لو عايزه كنت زودت العدد اكتر من كده. بس بصراحه هو بصوا الحمام حلو خالص في البيت، احسن ما تشتري من بره. وغير كده تبقى ضامن نظافه الحاجه، ودي اهم حاجه بنتكلم فيها على طول. تربيه الطيور عندي انا احب اكل حاجه البيت بس لما اكون مربيها انا على ايدي، يا كان اشتريها من بره مستحيل، ما احبهاش بصراحه وما ارتاحلهاش. إيه، كنت اقول لكم ايه تاني؟ إيه، ده انا ممكن نطلعوا كلهم مع بعض زي ما قلت لكم. مثلا اخد جزين، ما احنا 4 تنفار، اخد جزين، اخد 3 جواز والباقي يتباع، وهكذا. وعلى فكره ما ياكلوا نفسه. يعني لو انا بحت جزين مثلا، انت عارفين دلوقتي الاسعار غاليه. اكتبوا لي عاد الاسعار عندكم بتاعه الجز الحمام الزغاليل ده، الاسعار عندكم في كل بلد عامله ايه، اشوف زي عندنا ولا لا. آه، لو انا بحت جزين بس منهم، اجيب لهم شكاره علف بتمن الجزين، وشويه كسر دشهم، و... و... ومعاهم كم كيلو ذره. انا طبعا مش اما اجيب بالكيلو، بس انا بتكلم على الجماعه اللي هم عندهم ما يتباع بالكيلو. انا عندي اما اجيب منت السنه اللي تكفيني في موسم الذره، اجيب اردب، اجيب 2 على حسب امكانياته، على حسب اللي انا عايزاه يكفيني السنه كلها. احط لهم مثلا منهم كام كيلو كده مع شكاره علف. انا بجيب لهم يا جماعه شكاره العلف اللي هي تسمين مش للبيض، لان هم الحمد لله هم يبيضوا طول ما ضمن الحمام عندك ذكر والنتايه كويسين هيطلعوا يبقى كويس. لو حسيت ان الانتاج بتاع البيض عندك قل في الحمام، ضيفي لهم مثلا ممكن مره او اتنين كده ب5 جنيه فلفل اسود صاحي، ب5 جنيه ب10 جنيه على حسب امكانياتك، مره او مرتين في الشهر. حلو خالص، هيخلي الحمام معاكم يعني الذكر يخصب البيضه و ويطلع معاك انتاج كويس. ده لو الحمام عندك قل في انتاجه شويه، او اللي هي يعني الحمام يطلع مش مخصب يا جماعه، افهمونا عادي. ب10 جنيه كده فلفل اسود تقدروا تضيفوا لهم على مرتين في الشهر او مره واحده براحتكم. هيلقطوه، والموضوع ده هيبقى يخلي موضوع تخصيب البيض كويس معاهم خالص. برضو مثلا كل شهرين ثلاثه كده، انا عملت فيديو 7 اللي فاتوا. كنت جايبه آه، كنت جايبه يا ربي شكارة جير مطفيه، نضفت منها عيشه الحمام في الفيديو اللي انا عملت فيه عيشه الحمام الفراخ يا رب معلش. و... وجبت هنا مجارب لطبقين كبار كده، حطيت لهم هم كلوه ملوش اي اثر. فبرضه ده حلو ليهم وما يطهر المعده وكده. انا برضو عملت معاكم فيديو قبل كده لتنظيف العش بتاع الحمام اللي هم راكدين فيه داتي، جت جنبي ورقدت هنا بصوا. تحتها بيض برضو. آه، ما احط لهم، ما انضف لهم العش واحط لهم شويه جير كده، وانضف مكانهم على طول على حسب ما تولف حمامك. طبعا زي ما انا وريتكم الفيديو ده، لو اللي اول مره يشوف فيديو لينا وما شافوش يدخل على القناه هتلاقوا روتين نظافه عند الطيور. وهتلاقوني منضف عند الحمام ورايه لكم ازاي، وحاطه لهم برده الجير قدامكم. ولما لو حسيتي مثلا في دخلة الصيف او حاجه، لان طبعا في الصيف اللي الجو يبقى كاتمه، واي طيور عندك لو ما وضبتيش على نظافتها هتربى حشرات وحاجه هتجرب بصراحه. فاما اجيب مثلا لو حاجه للنمل وكده، اي علاج يا جماعه للنمل او من الصيدليه البيطريه طبعا، اما احطه تحت العش بتاعهم نفسه، تحت العش عشان هم ما يلقطوش ويتعبوا. واحط عليها الرمله كده، وبعد كده احط عليها العفش بتاع اللي انا وريته لكم قبل كده، اما احطه للحمام. منها هم ما يلقطوش فيه او ياكلوه يعني ويتعبوا، ومنها هيواظب على مكان العش نفسه تحتيه، مش هيبقى لا فيه نمل ولا فيه اي حشرات يربيها تحتيه. والرمله طبعا والعفش اللي احنا هنحطه هيفادي الحمام ان هو ما يوصلش للبودره اللي احنا حاطينها تحت اي علاج إن كان للنمل او اي حشرات هتجيبيها.
هتفضل معاكي الصيف كله، وطول ما تنضف وتعمل الحركه دي، الخطوه اللي هي بتاعه العلاج بتاعه النمل ولا حاجه، هيفضل معاكي الصيف كله. الطيور عندك ما تربيش حشرات، ودي اهم خطوه، لان الطيور لو ربت حشرات وخصوصا الحمام هتلاقي حتى لو طلعوا الزغاليل تحتيه مش هيبقوا كبار وهيبقى صغير. بص انا هوريكم كده قبل ما اقفل، دي راكده على البيض هنا، والجوز داتي برضو مخنن هنا وراكد على بيض اللي لسه ما اقول لكم كان معشش، شايفين؟ وداتي تحتيه جربوا خلاص دول يعني كام يوم كده تاني ونذبحهم او ان احنا هنبيعهم اي حاجه. وده جوز برضو بس ده لسه زغاليل صغيره خالص، شايفين؟ بصوا شايفين شكلهم روعه. شباك تستن. وهنا دي راكده على البيض، دي بيضه قديمه، شايفين؟ دي هتترمي. كانت مطلعه تحتها الجوز. ودي على فكره الفرده اللي وريتها لكم في الاول اللي هي البني اللي كانت مطلقت لوحدها دي، دي كانت اللي هي يعني بتاعت تبع الجوز ده. بيضه منهم ما طلعتش، والبيضه التانية اللي طلعت اللي هي الفرده اللي وريتها لكم بتاعت الجوز اللي هنا دي لسه بيضه واحده اهت وهتبيض التاني. بصوا برضو الجوز ده، بصوا دي بيضه 3 بيضات، شايفين؟ ده الجداد على فكره، لو قدام كنت اشوفهم غامقين عن كده. ودي برضو والجزهاتي اللي انا طلعتها في الاول، شايفين؟ بصوا ده انت شقية طلعت. ده كده الحمام بتاعنا، وده كان الفيديو بتاعكم. بس هكمل معاكم عاد عشان بس يعني اوريكم، اطول الفيديو شويه. هعمل معاكم الخلطه بتاعت اكل الفراخ والحمام، هوريها لكم برضو الاكل اللي انا ما اكله له. يعني بصوا الاكل بامانه تاني انا مش هم احط اي اضافات غير اللي انا موريها لكم بس في الفيديو. انا عملت معاكم الاكل قبل كده برضه هوريه لكم عشان اوريكم انا ماكلهم ايه. بصوا بامانه مش هموكل اي حاجه تانية. يمكن انا شايفين برضه ها بالصدفه، شايفين؟ اما احط الاكل داتي هوريه لكم برضه معايا في الفيديو، اوريكم انا بعمل الخلطه دي ازاي. اما تكفيهم فتره طويله وهو الاكل ده اللي طالع والحمد لله. بصوا يعني اديكم شايفين الحمام كله مطلع، نشكر ربنا. واللي راجد راجد على البيض، واللي مطلع تحتيه زغاليل مطلع، نشكر ربنا. يعني كميه حلوه. استنوا معايا عاد باقي الفيديو، واتمنى اللي وصل معايا لحد دلوقتي يشترك في القناه لو مش مشترك، وما تنسوش اللايك وما تنسوش التعليق الحلو. اي حد عنده اي استفسار تاني او حاجه انا نسيت اقولها لكم يسالني في التعليقات وانا هرد عليكم. كملوا معايا بس الفيديو للاخر عشان اوريكم الخلطه اللي انا هعملها ليهم برضو، واكلهم الطبيعي قدامكم كده، عشان بس تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. استنوا لاخر الفيديو. كده يا حبايبي، باقي الفيديو زي ما قلت لكم انا حبيت اعمل الخلطه معاكم عشان اوريكم هم باكلهم ايه بالظبط. بالرغم ان انا عملت معاكم نفس الاكل ده للحمام وعملته للفراخ برضو، هو الاكل اللي باكله لهم لاي طيور عندي. انا هنا كنت داش عيش ناشف او اللي هو الكسر يعني، اما نشفها وبعد كده دشهم. فطبعا انا عندي مش كميه كبيره كانت العيش، فاما اشتري بالكيلو من بره ناشف وموديهم المدشه يدشوهم ويجي ناعم زي كده. فطبعا النعمة جو الحمام هيسيبها تحتيه ومش هيرضى ياكلها. فانا مهزهم كده بغربالة غربلهم يعني، انزل النعمة اديها للفراخ. الفراخ ممكن ابسها بشوية مية، يعني ان انا ابللهم بس بشوية مية صغيرين كده وهياكلوه. لكن الحمام مش يعرف يلقط النعمة. وغير كده الحمام ما ينفعش نبلله العيش عشان ما يعملوش ديدان في معدته ومش هيكبروا معاك. طبعا معروف الحمام مش بناكل اي حاجه مبلوله، مش زي الفراخ يعني تاكل كل حاجه. علشان كده انا لما اخد النعمه احطها للحمام، وللخشنه اللي زي كده معلش الخشنه اديها للحمام والنعمه اديها للفراخ. هنا كنت جايبه علف، ده علف ناعم. ده تسمين يا جماعه، ده علف تسمين. التسمين انا بجيبه للحمام. هي كان الفراخ عندي اصلا اللي انا جايباها دي فراخ انتاج بيض يعني مش اكتر. عشان كده ما اجيب لها علف خاص بالبيض يعني. لكن الحمام ما اجيب له علف تسمين. هنا كنت حطيت الكسر او العيش الناشف يعني المدشوش. خدت الخشنة زي ما وريتكم كده، شايفين يعني دي يقدر يلقطها الحمام سهل. لكن الناعمة مش هيقدر، ولو خشنة جوه برضه عن كده يعني تخينة العيش مش هيقدر ياكله برضه. هنا خدت 3/4 شكارة العلف على شوية الكسر دول. هيعملوا شوية حلوين معايا على فكرة. لو تفتكروا الفيديو اللي فات ساعة ما وريتكم الفراخ وانا معملة الخلطة بتاعت الحمام والفراخ مع بعض. اما انا بصوا يعني مثلا كل 20 يوم كل شهر دش كسر، ان انا بعمل حساب اللي هجيبهم خلطة يكفوني فترة طويلة للحمام وللفراخ مع بعض، عشان تبقوا عارفين يعني. هنا هي نفس الاكل ما اكله لهم بامانه يا جماعه، مش بحط اي حاجه تاني.
هو ده بس. هي خدت 3/4 شكارة العلف. إيه والعيش المدشوش ديتي. وحطيت الذرة. حطيت ذرة وحطيت ايه تاني بس. الفراخ عادة انا بحط لها هي نفس الخلطة بس تختلف عنهم الردة بس. هنا كنت احط الذرة، شايفين دي ذرة برضه اما اجيبها من الموسم. يعني في دخول السنة كده اجيب مثلا ارداب 2 يكفوني، احسن ما اشتري بعد كده بالكيلو ما تبقى غالية في الموسم لغير موسمها. هنا برضه اخلطهم كده مع بعض وتبقى الخلطة جاهزة معايا. انا حاطة الحمام فوق زي ما انتوا عارفين. اما اجلبهم كده تحت عشان انا لما مديش العيش مخليه تحت كله لحد ما اغربلهم واخد النعمة للفراخ، لان الفراخ تحت لكن الحمام فوق. اما اخلص الخلطة بتاعته واروح حطاهم في شكارة كده واطلعها فوق وتبقى جاهزة كده تكفيني فترة طويلة. هو كان فاضل عندهم حبة صغيرة كده من الخلطة اللي فاتت، فانا قلت قبل ما اخلص خالص هروح عامله لهم. لكن بصراحه الفراخ كانت خلصت وكنت بعمل لهم العودة بعودتها، يعني كله مثلا فطار غدا عشاء. كنت امديهم بعدتها خلطها انا على ايدي. لكن لما اكون عامله شويه كده حلوين مع بعض اما يوفر وقت عندي ومجهود وكله. هنا ديت عادها عاملين في شكارة. ده لو كده اكل الحمام برضه انا حبيت اوريكم الفيديو. ده اكل الحمام يا جماعه، مش اما يزود منه اي حاجه. دي شويه الناعمين عادي اللي احنا غربناهم وخدنا الخشنه للحمام. بصوا النعمة دياتي انا مجلبها كده. اخلطها يعني في شوية ذرة وشوية وشوية ردة وشوية علف، بس العلف اللي بحطه علف خاص بالبيض. دول لما اخلطهم واسيبهم لوحدهم. عندي مثلا كل شهر مثلا ممكن اجيب جرعة دواء للفراخ، يعني فيتامينات او كالسيوم او جرعة دواء للديدان. فانا ما احط حبة على الاكل الناعم داتي واروح بسهلهم بشويه ميه ياكلوه كله، ارحم ما احط العلاج في الميه ويتكب نصها. شايفين داتي العلف الخشن داتي للبيض يا جماعه. هو في منه ناعم برضو. بس انا لما اجيب الخشنه دي عشان الفراخ عندي يعني فراخ كبيره تقدر تلقطها، لكن لو كانت اكيد صغيره بنجيب الناعم. هنا برضو دول الناعمين هركنهم على جنب زي ما قلت لكم لانهم بيسيبوهم العلاج مع شويه ميه عم ينفعوني بصراحه. لكن هخلط باقي الخلطة التانية عاد. اللي هم اللي فاضلين انا عاملة يعني مشترية حبة عيش ناشف حبة حلوة يعني كتار. وعملت منهم شوية اللي شفتوهم دول والباقيين هعملهم للفراخ، لان عندي الفراخ تاكل اكتر من الحمام لان عاداتهم اكتر، والفراخ معروفة يعني انها تاكل اكتر. بصوا كده يعتبر يعني انا حبيت اكمل معاكم الفيديو كده. اتمنى يكون الفيديو خفيف على قلبكم واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وما تنسونيش في الاشتراك وما تنسوش التعليق الحلو وما تنسوش اللايك. ده تاني كده خلصت الخلطة دياتي كده. دول عادة عشان كانوا ناعمين يا جماعة انا ما حطيتش عليهم رد، وما كانش عندي رد كتير بصراحة. عبيتهم في شكارة لوحدهم ورجعت تاني حطيت شوية العيش الناشف اللي هم دول اللي فايضين معايا. ودي حبة الردة اللي عندي اللي فايضة من الخبيز لأن أنا كنت عاملة قريب والنخالة يعني الردة ديت أو النخالة بتاعت القمح ما كانش عندي كتير، يعني هم شوية دول. حطيتهم برضو كده على شوية الكسر وأحط شوية أحط شوية ذرة قدامكم وأحط شوية علف برضو. شلت شوية من الشكارة بتاعت العلف. حبة كده صغيرين لما يكون شوية عيش عندي حوشهم نص شكارة ولا حاجة جاهزة واروح عامله لهم بيها خلطة عبت ما الاقي ممكن يجي وقت عليهم ما يلاقيش عيش ان انا اشتري يعني. شايفين برضو حطيت منها خلطتين كده وشلت شوية كمان. دلوقتي حبايبي اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش زي ما قلت لكم اللايك. ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.